السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا بجد والله وحشتوني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الورد والياسمين على احلى متابعين، حسب بقى الصباح او المساء اللي تشوفوني فيه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي الحلوين. رمضان على الابواب، رمضان يعني عزايم مع الاهل والاحباب والاصحاب. بنبقى طبعا كده قاعدين محتارين هنطبخ ايه ونعمل ايه في العزومه. انا النهارده بقى جايلك بافكار وحاجات سهلة جدا، واقولك ازاي توفري وقتك ومجهودك من غير ما تتعبي في العزومة. بس قبل كده ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا حلوين، شجعيني كده بلايك واشتراك في القناة وشير الفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. يلا بينا كده بقى يا حلوين، نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف النهارده هنعمل ايه في العزومة بتاعتنا، واقولك النهارده على افكار جميلة هتعجبك جدا. يلا بينا. اول حاجه بقى هنعمل كده مع بعض تشكيله كده من المحاشي. واول حاجه بقى هبدا بيها في العزومه بتاعتي خلطه المحشي. هنزل هنا بقى بشويه من الزيت ومعلقه من السمنه. واول كده بقى ما تسيح معايا خالص، هنزل عليها بقى كده بصلايه ضربها كده في الكبه، وحاطه معاها كده ملح وشويه من الفلفل، وهسيبها بقى كده معايا لحد ما تدبل خالص. هنا مش بحمر البصله بتاعتي، لا انا بخليها بس كده تاخد ريحه مع السمنه وتدبل معايا. بحب كده اعملها ايه يعني ني في نيه. وهنزل بقى هنا كمان بالطماطم بتاعتي. هنا بقى عشان هعمل كمية رز كتير، فانا عاملة برضو كمية من الطماطم كتير. طبعا مش هقولك يعني الكمية قد ايه، بس حسب ما انت بقى هتعملي الرز وتعملي المحشي بتاعك. اخلي بقى شوية دول لما كده تسبك معايا وتنقص شوية، وبعد كده بقى احط بقية الطماطم. هنا بقى هجيز بقى الخلطة بتاعتي معايا كده حوالي 5 بصلات كبار، و3 قرون كده من الفلفل، ومعاهم كام فص من الثوم. وزي ما قلت لك انا عامله هنا كميه كبيره. عفوا. عارفين بقى الايام دي البرد وسنينه. وهضربها بقى كده كويس جدا في الكبه لحد ما تنعم معايا خالص بالشكل ده. هنزل بقى هنا كده بقيه الكميه اللي معايا، وافرمها زي ما قلت لك كويس جدا. اهم حاجه يا جماعه في خلطه المحشي البصل. هنا بقى والطماطم بتاعتي كده على البوتاجاز بتتسبك. هبدا بقى كده اعصج اللحمه بتاعتي. معايا هنا نص كيلو من اللحمه. حطيت كده حبة من الزيت، وانزل كده باللحمة بتاعتي والنار عالية معايا علشان تاخد صدمة وما تنزلش معايا يا جماعة المية بتاعتها. النار عالية معانا وهقلب فيها كده على طول لحد ما تبدأ تاخد لون معانا بالشكل ده. بعد كده بقى فرمة بصلة كبيرة. البصل بقى حسب ما تحبي، هتحبي بقى تحطي معاها بصلاية 2 اللي يريحك. وهنزل بقى على البصلة كده على اللحمة بتاعتي بالشكل ده، وهسيبها كده على النار لحد يعني ايه ما تقرب كده تستوي معايا. هنا بقى كده عدى عليا كده 10 دقايق. هنزل بقى كده بالملح ومعلقة كده من بهارات الفلفل. الخلطة اللي هي بتبقى عبارة عن 7 بهارات يا جماعة، طبعا كلنا عارفينها. ومعلقة كويسة بقى كده محترمة من الفلفل الأسمر، لأن أهم حاجة في تتبيلة العصاج بتاعي البهارات. وهقلبها بقى كويس جدا، واسيبها كده يعني نحكي حوالي كمان 5 دقايق. طبعا انتوا عارفين اصلا العصاج ما بيخش وقت على البوتاجاز، يبقى حوالي كده على ربع ساعة. بعد ما خلاص بقى قربت تستوي معايا وخلاص، هنزل بقى بفلفل معايا هنا فلفل الوان مقطعاه كده بالشكل ده. هنزل بقى كده عليه باللحمه بتاعتي، وهسيبها بقى كده حوالي كمان 5 دقايق واطفي عليها. هنا بقى الطماطم بتاعتي كانت خلاص اتسبكت. هنبدا بقى ايه نجهز المحشي بتاعنا. رز المحشي يا جماعه، معايا هنا الرز بتاعي غسلاه كويس جدا ومصفيه من الميه. وهنزل بقى كده بالبصل اللي احنا عملناه مع بعض في الكبه، وهنزل كمان كده بالخضره. انا بحب كده اكتر ايه خضره في المحشي بتاعي. والبهارات بتاعتي بقى بحطها في الاخر. اهم حاجه كده يا جماعه الكمون في المحشي بتاعنا. بحط كده شويه كمون محترمين وشويه كده من الكزبره. ومعايا هنا بقى البهارات اللي هي ال7 بهارات مع بعض. بنزل برضو كده بشويه محترمين، وهظبط بقى كده الملح بتاعي. وهبدا بقى
الخبط الخلطه المحترمه ديت. والله احلى طريقه واحلى خلطه هتعمليها للمحشي بتاعك. جربيها كده زي ما انا بعملها من قبل ما احط الطماطم بتاعتي. بلخبط كده كل حاجه مع بعض مع البهارات، تبقى طعمها جميل جدا. بعد بقى ما الخلطه بتاعتي كده اتلخبطت كلها كده مع بعض، هنزل بقى بالطماطم بتاعتي. بعد ما سبتها كده تتسبك خالص. عفوا. طبعا كده باخد حبه رز وبحطهم كده في الحله، يعني ايه، اسحب بقى بقيه الطماطم من الحله. طبعا في المرحله دي يا جماعه ما ينفعش المعلقه نهائي، عشان طبعا الكميه معايا كتير. فابدا بقى كده ايه، اسيب المعلقه من ايدي خالص واقلب بقى كده بايدي. هنصلي بقى كده على رسول الله، وهنبدا بقى كده نقلب في الخلطه بتاعتنا الجميله ديت. والله يعني ريحه كده الخلطه ما شاء الله تحفه. تحفه يا جماعه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ نبدا بقى كده نحط شويه من الزيت، وهنقلب بقى كله كده مع بعضه. ما شاء الله احلى خلطه هتعمليها للمحشي بتاعك. شايفين شكلها عامل ازاي؟ على فكره والله الكاميرا ظلماها، بس ما شاء الله الرز احمر جدا. هنا بقى هبدا اعمل ايه معايا هنا؟ فلفل وكوسه علشان اخليهم كده مع ورق العنب. اقول لك بقى على طريقه سهله جدا تعملي بيها الفلفل بتاعك من غير سكينه. بتجيبي كده بقى قرن الفلفل، وطبعا بتدخليها كده لجوه بالشكل ده، وبتطلع معاكي بكل سهوله. لا سكينه بقى ولا وجع دماغ يا جماعه. بتدخليها كده بالراحه كده لجوه بايدك كده. شايفين؟ سهله جدا وبتطلع معاكي بكل سهوله. هنا بقى معايا الكوسه بتاعتي، بتجيبيها بقى تكون طازه كده بالشكل ده. بحب كده يعني اجيبها وسط، لا كبيره ولا رفيعه قوي. وببدا كده ايه بالمقور بتاعك بقى، واشنشريها كده بالشكل ده، تدي معانا كده شكل جمالي. هعمل بقى الكميه اللي معايا كلها كده بالشكل ده حبايبي. بعد كده بقى بقطع كده الحته اللي فوق، واقول لك بقى علشان الكوسه لما تبص منك ولا تتكسر منك هتعملي ايه. اول حاجه من النص كده، واشيل كده الطرف اللي فوق وده في الاول، وبالراحه كده خالص، وهتدخلي كده المقوار بتاعك، بس ما تنزلوش كده للاخر عشان ما تتكسرش معاكي. وهتبداي كده تلف كده داير ما يدور. علشان يا جماعه الناس اللي بتشتكي ان هي ما بتعرفش تقور الكوسه او بتتكسر منها وهي بتتقور. شايفين؟ سهله جدا، مفيش فيها اي صعوبه خالص نهائي. ما شاء الله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لا اتكسرت مننا بقى ولا اي حاجه خالص. هعمل معاكي كده كمان واحده عشان بس يا جماعه وقت الفيديو. بتيجي كده من الاول ومن النص، وتشيلي كده الحته اللي في الطرف، وبعد كده من النص برضك، وبتدخلي كده المقوار، بس خدي بالك كده ما تدخلوش للاخر. وهتمشي كده بالراحه داير ما يدور، وهتتقور معاكي بكل سهوله. تمام. تمام. بعد بقى كده ما قورنا الكوسه والفلفل، هنبدا بقى كده نعمل الاول ايه في ورق العنب. معايا بقى الحله هنا اللي انا هشتغل فيها، هننزل كده بحبه من الزيت، وهنزل بقى في الارضيه كده بشويه من الخضره. وطبعا كده قلب الكوسه ما بيترمش يا جماعه، بتحط كده في الحله من تحت، بيبقى طعمه جميل جدا. ومعايا هنا بقى فلفل مقطعه كده طرنشات، وطماطم برضك طرنشات. بتحطها كده بقى في ايه، في ارضيه الحله، بتخلي المحشي بتاعك طعمه جميل جدا. وكمان بتحمي ورق العنب اللي هو متحرقش منك في الارضيه. شايفين شكلها عامل ازاي بالشكل ده؟ هنا بقى خدت كده خلطه من رز المحشي بتاعي اللي عملناه مع بعض، وابدا بقى كده ايه احشي الاول ورق العنب. بناخد كده حبه صغيرين. هنا بقى كده ايه هقرب لك الكاميرا علشان تشوفها عامله ازاي ايه. وبتلفيها كده داير ما يدور. شايفين الصابع يا جماعه مقفول ازاي؟ طبعا بقى عشان هنا حاطه الموبايل على الستاند، فمش عارفه يعني ايه اوضح لكم الكاميرا شويه. هنا برضو الورقه اهيت بتقطعيها كده من جنب، برضو بتاخدي كده الورقه على بعضها بالشكل ده. شايفين؟ بعملها كده واجيبها من الجنب ده ومن الجنب ده، وبتلفيها بقى داير ما يدور، ويكون الصابع مقفول معاكي كده بالشكل ده.
هنا برضو كده لما يكون الورقه كبيره قوي بتقطعي منها كده وتحطيها كده بالطرف بالشكل ده، وتحطي بقى شويه الرز، وبتقفلي الورقه من الجنب ده برضو والجنب ده. سهل جدا، مفيش فيه اي صعوبه. طبعا يا جماعه احنا كلاتنا شاطرين، بس انا بعمل كده عشان بنوتاتنا بقى اللي ما شاء الله لسه بادئين جديد وما بيعرفوش يحشوا ورق العنب. شايفين السبع ما شاء الله معانا، لا بننزل رز ولا اي حاجه خالص نهائي يا جماعه. بعد بقى ما لفيت كده اول صفه، هبدا بقى كده احشي في الكوسه والفلفل، بحطهم طبعا كده تحت، وبعد كده بقى بحط فوقهم كده ورق العنب. تاخدي كده الكوسايه وبصبعك كده وبتنزلي الرز من جوه، علشان طبعا لما بتيجي تحط الرز ممكن كده الفتحه بتاعتها بتبقى ضيقه والرز ما بيخشش اللي جوه، لازم كده بتعمليه بصبعك. هنا بقى برضو كحش كده الفلفلايه. عايزه اقول لك ان الكوسه والفلفل بقى طعمهم جميل جدا مع ورق العنب. انا ما بحبش اعمل ورق العنب الا مع الكوسه والفلفل، لا بيبقى طعمه حكايه. هنا بعد كده بقى ما خلاص حشيتهم اكمل بقى الحله كده مع نفسي، علشان بس يا جماعه وقت الفيديو. بعد كده بقى بعد ما خلصت ورق العنب هنعمل هنعمل الممبار. هقول لك بقى على طريقه سهله جدا هتحشي الممبار في ثانيه. بتيجي كده بصبعينك الاتنين زي ما انا عامله كده، وتمسكيهم بالشكل ده، وتبداي كده تدخلي الرز بالطريقه ديت. هتلاقي معاكي الفتحه كده سهله وبتحشى معاكي بكل سهوله في ثانيه. لا يا جماعه انا بحشي الممبار ده في ثانيه. شايفين بتيجي كده تمسكيها بصبعك ده وبصبعك ده، شايفين عامله ازاي، وبتدخلي الرز بالطريقه ديت. هتلاقيكي كده حشيتي الممبار في ساعتها، مفيش فيه اي صعوبه يا جماعه. جربي بقى اعملي كده بالطريقه ديت وهتلاقيه سهل جدا. الناس اللي مستصعبه، الناس يا جماعه اللي بتستصعب حشي الممبار، شايفين. وطبعا بقى بتحشوش قوي. هنا بقى حشيت كده الكميه مع نفسي برضك عشان وقت الفيديو، كل حاجه كده على السريع على السريع يا جماعه، عشان كده الفيديو طول معانا. انا بقى بعد ما خلصت هحشي بقى كده الكرنب. انا بحب كده اخلي الصوابع معايا رفيعه جدا. شايفين الصبع عامل ازاي. باخد كده حبه من الرز وبلف الصبع كده بالشكل ده. شايفين ما شاء الله. هنا بقى بعد ما حشيت كده ارضيه، طبعا الارضيه بحشيها كده ورق اخضر عشان تعرفين الورق الاخضر بيستحمل شويه كده عن الابيض. وبعد كده بقى حشيت الحله كده داير ما يدور زي ما انت شايفه. وطبعا خلصت بقى حشي كده المحشي مع نفسي. هنا بقى هنبدا نعمل معايا هنا نص كيلو من اللحمه، ومعايا كده بصلتين متوسطين. هنعمل بقى، هنعمل هنا البفتيك الكداب يا جماعه. زي ما قلت لك معايا هنا بصلتين كده متوسطين، هاخدهم كده الاول في الكبه بتاعتي وهضربهم كده بقى ضرب كده ناعم. هنا بقى صفيت كده البصله بتاعتي كويس جدا ودمية البصل. طبعا ده انا عايزاها مش هرميها، انا عايزه بس التفل يا جماعه. هنزل بقى كده بالتفل تاني كده في الكبه، وهنزل بقى باللحمه علشان ننعمهم معانا خالص. انا عايزه اللحمه بتاعتي معايا ناعمه. هنا بقى هبدا احط هظبط كده ملح، يعني احط كده معلقه صغيره من الملح، وبرده كده معلقتين صغيرين من الفلفل الاسمر. ومعايا هنا بقى جوز الطيب، هاخد منها بس رشه كده بسيطه، وكمان معلقه من السكر، وربع معلقه كده بسيطه من البيكنج باودر. وهضربهم بقى كده كويس جدا في الكبه بتاعتي لحد بقى ما اللحمه بتاعتي كده تبقى ناعمه معايا خالص.
بالشكل ده. هنزل بقى كده اللحمه بتاعتي كلها كده في قلب البوله. معايا هنا بقى كده شويه من البقسماط، يجي كده ايه 4 معالق. هاخد كده شويه واشوف كانت العجينه هتحتاج معايا ولا لا. كده بقى العجينه ما شاء الله معايا تمام، ماسكه نفسها. هنا بقى هبدا كده ايه اكور في اللحمه بتاعتي، اعملها كده كور. ومعايا هنا بقى ميه البصل اللي انا قلت لكم اللي انا برميهاش. بجيب كده ايدي ابلها كده بميه البصل عشان تسهل معايا انك تكوري اللحمه بتاعتك بكل سهوله. هنا بقى دي الكميه اللي طلعت معايا، شايفين؟ هبدا بقى هنا اعمل ايه. معايا هنا يا جماعه اكياس كده تلاجة، بتقسمي كده الكيس نصين وبتحطي كده فيها نقطه من الزيت، وبتاخدي بقى الكوره كده وبايدك كده وبططيها كده بطريقه عشوائيه بالشكل ده. بتفرديها كده كويس جدا، وزي ما قلت لك كده بشكل عشوائي. شايفين؟ لا هي سميكه ولا برضك رفيعه قوي. برضو كده هناخد كيس زي ما قلت لك وبتمسحيه كده مسحه من الزيت. طبعا يا جماعه انا كنت اصلا مجهزه الاكياس دي معايا من قبل ما اشتغل، عشان كده اشتغل على طول. وبتفرديها بقى بالشكل ده. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ عشان تحطيها بقى على الفريزر على طول. انا بقى خلصت الكميه اللي معايا، طلعت معايا الكميه دي هحطها بقى في الفريزر عشان تجمد معايا. هنا بقى معايا كده كميه بصل محترمه، جايبه كده 3 بصلات كبار وفرماهم في الكبه. وهنزل بقى بشويه من الملح وشويه بقى من الفلفل الاسمر، وهدعكم بقى كده كويس جدا. علشان ايه؟ علشان احشي بيها بقى البطايه القمر اللي معايا ديت. بتجيبي بقى كده البطايه ومن عند كده الفخد، يبقى فيه فتحه كده يا جماعه بين الفخد وبين العظمه. وهنبدا بقى كده نحشي ايه بالمرته كده بالشكل ده. طبعا بقى حشو البط ده زي ما انت عايزه، في ناس بتحشيه فريك وناس بتحشيه برتقال. انا بقى النهارده هعمله بالمرته، وانا الصراحه بحبه بالمرته. بعد ما حشيتها كده من هنا ومن هنا، هاخد كده شويه بصل وادعك بيها كده البطايه من جوه عشان تبقى شاربه كده المرته معانا من جميع النواحي، تبقى طعمها جميل. هبدا بقى كده اكتفها. طبعا بقى علشان ده كان دكر فبقى صعب شويه اللي انت بتكتفيه فانت جميد قلبك كده وكتفيه بالشكل ده. شايفين كده بقى جاهز معايا. اغطيه بيها كده بستريتش راب، واحطه في التلاجة بقى كده معايا لتاني يوم. تكون كده البطة كده شربت بقى كده من طعم البصل، وبقى طعمها كده جميل جدا. وكمان بيبقى سهل بقى معاكي اللي انت توليها معاك توليها كده على طول. بس كده بقى جاهز بقى نحطه في التلاجة. هنا بقى هعمل ايه. طبعا ده العصاج اللي انا كنت عملته معاكم. هنزل كده بشوية من الزيتون عليه، وشوية كمان ايه من ميكس الجبن. هنا برضه كده شوية من جبنة الموتزاريلا، واخلط بقى كده الخلطة بتاعتي الجميلة القمر دي كلها كده مع بعض. عشان بقى يا جماعة هنعمل ايه؟ شايفين الخلطة؟ هنعمل سمبوسة. عايزة اقولك ان السمبوسة ديت لازم تجيبيها نوايا كويسة جدا. عايزة اقولك انا بشتغل فيها الصراحة لقيت فيها ورق كده متبهدل، فما كانتش يعني احسن حاجة معايا. كنت جايباها منين بقى يا جماعة؟ جايباها من السوق. فعشان كده بقولك لازم تجيبيها كده ايه نوعية كويسة. ببدأ كده الفها كده مثلث بالشكل ده. لفها سهل جدا للناس بقى يا جماعة اللي بتستصعب لفها. هعمل كده ورقة معاكم اهي، بتجيبيها كده الجهة دي والجهة ديت زي القرطاس، وتدخلي كده الحشو وبتلفيها كده بالشكل ده مثلثات. شايفين؟ سهلة جدا.
هكمل بقى كده كميه مع نفسي، وبعد كده بقى ايه نشوف هنعمل ايه. هنا بقى يا حبايبي بقينا ايه، كنا تاني يوم بعد ما خلصنا بقى التجهيزات بتاعتنا، قمت بقى كده الصبح من بدري وهبدأ بقى اعمل ايه، هولع اللحمه. معايا هنا بقى كده مستكه وحبهان ورق لورا، وهنزل بقى كده باللحمه بتاعتي. وطبعا النار بتكون عاليه معايا علشان ايه اللحمه تاخد صدمه. هلوحها كده واقلبها كده بالشكل ده في الزيت. وطبعا معايا هنا على العين التانية معايا ميه بتسخن، عشان بنزل عليها بميه سخنه. بعد ما الميه كده غلت معايا هنزل عليها كده بالميه وهي سخنه، واغطي عليها بقى لحد ما تغلي. وطبعا بعد ما تغلي بقى بتطلع ريم بالشكل ده. طبعا كل ده يا جماعه بالشال، عشان تبقى الشوربه بتاعتنا كده رايقه وجميله. كل ده بتشيليه، ما تسيبيش خالص الريم ده في الشوربه يا جماعه، لان بعد كده بيخلي الشوربه الصراحه شكلها مش كويس، مش احسن حاجه. شايفين؟ لحد ما الشوربه بتاعتي زي ما قلت لك كده تبقى رايقه معايا كده خالص، واسيبها بقى تستوي كده براحتها. هبدا بقى كده اولع في المبار بتاعي. طبعا كنت حاطاه في التلاجة ومغطياه كده بستريتش ريب عشان بس الريحه. هنا بقى الميه بعد ما غلت معايا وحطاها فيها برضك مستكه وحبايه ورق لورا، هنزل بقى كده ايه بالممبار بتاعي. والميه كده بتغلي يا جماعه بالشكل ده، وعلي عليها بقى النار. اول بقى ما تغلي معايا هدي عليها خالص، زي ما بتيجي كده تعملي الرز بتاعك وتلدنيه. هنا بقى هولع كده برضك على البطه بتاعتي. حطيت برضك مستكه كده وحبايه ورق لورا وشويه من الزيت. لما سخنت معايا هنزل بقى كده بالبطه بتاعتي والوحها بقى كده كويس جدا. وبرضك النار عاليه معايا، ما تهديش النار يا جماعه. طبعا برضك حاطه زي ما قلت لك الميه اهي بتغلي قدامي. بعد ما الميه بقى سخنت كده هنزل بقى عليها كده على البطه بتاعتي، وهسيبها ايه لما تغلي معايا. وبعد كده بقى هشيل الريم منها. انا بقى بعد ما غلت معايا وشلت الريم احط بقى كده ايه الملح وفلفل اسمر، بس مش اكتر من كده. وهنا برضو هظبط الملح بتاعي، وزي ما قلت لك بهدي خالص النار على الممبار بتاعي. واحط برضو كده شويه من البهارات، وهسيبه بقى كده ايه لما يستوي براحته. حبايبي الممبار بعد ما يستوي طلع بالشكل ده، شايفين شكله عامل ازاي؟ هنا بقى هعمل ايه، هعمل بقى صينيه جلاش. معايا هنا بقى الصينيه اللي انا هعمل فيها، ومعايا هنا سمنه. بمسح كده الارضيه طبعا بالفرشه كده بالسمنه، وابدا بقى اخد ايه ورقتين بورقتين. انا معايا هنا نص كيلو من الجلاش. الجلاش ده كنت جايباه من السوق، بس الصراحه بيبقى جميل جدا. احلى جلاش تجيبيه هاتيه يا جماعه من السوق. انما السمبوسه الصراحه لا، ما كانتش حلوه. باخد كده ورقتين بورقتين، وطبعا عشان الورقه يعني ايه عارضه كده سنه، باخد كده بقى من الجزء ده وبتنيه. لما تيجي بقى تحطي الورقتين التانيين بتاخدي بقى برضك من الجزء التاني وبتتنيها، يعني مره من هنا ومره من هنا، عشان تبقى كده ايه الصينيه متوسطه معاكي.
شايفين اهي، بتني الطرف ده من ناحيه مره ومن الناحيه التانيه مره تانيه. يا رب بس يكون المعلومه وصلت لكم. معلش بقى يا جماعه انا متلخبطه، عشان طبعا ايه زي ما انتم شايفين بعمل كام صنف مع بعضهم، وطبعا كل حاجه بعملها لوحدي وبعملها بايدي. مهم. بعد كده بقى هنزل بالحشوه بتاعتي، اي حشوه بقى انت حباها. طبعا دي اللحمه اللي احنا عاملينها مع بعض اللي باقيه معايا من حشو السمبوسه، هنزل عليها كده بالشكل ده وهسويها كويس جدا. وبعد كده هنزل ايه بزيتون. عايزه اقول لكم بقى انتوا ما تيجوا تجيبوا الصراحه الزيتون إيه تدقوا الاول، لان الزيتون ده كان حادق معايا، فعشان كده ايه ملح الجلاش معايا شويه. فلا اما تجيبيه بقى عادي، بصراحه ما كنتش دقت والله يا جماعه، لا اما تجيبيه بقى عادي، لا اما ما تحطيش زيتون بقى، لان هيحدق معاكي الجلاش. وبرده السمبوسه كانت ايه طعمها حادق معايا شويه. هنا معايا بقى جبنه رومي، طبعا الجبن اللي انت حباها وعايزاها حطيها، صينيه الجلاش مش هتقولك لا. واحط برده كده ميكس من الجبن، برده كده شويه من الجبنه الموزاريلا. كده بقى خلاص تمام كفايه لحد كده. بس الصراحه كان طعمها والله يا جماعه روعه روعه. هو صحيح الزيتون يعني حدقه شويه، بس كان طعمها جميل جدا. هبدا باخد ايه كمان نص كده المقدار. طبعا مقسمه الجلاش ده نصين، لازم تكون كده مقسمه الجلاش نصين عشان يبقى ايه الطبقات متساويه معاكي. واخد بقى ورقتين بورقتين. هنا بقى بعد ما خلصت كده الصينيه بتاعتي، هبدا بقى كده ايه في تقطيعها. وبرده كنت تقطيعها اللي انت عاوزاها زي ما تحبي. انا هقطعها كده ايه مربعات يا حلوين. عايزه بقى كتشجيع كده يا جماعه واعملوا لايك للفيديو ده، ان بصراحه الفيديو ده كان مجهود كبير عليا جدا. عايزه اقولك ان تصويره كان 3 ساعات والله، يعني قصرته كده وخليته نص ساعه بس. بعد ما قطعتها بقى هنزل كده بكوبايه من اللبن. ما بحبش الصراحه يا جماعه احط فيها بيض، بتبقى جميله جدا من غير بيض. هنا بقى خلاص هبدا بقى كده ايه اولع المحشي بتاعي. ده بقى شكل الحله بتاعتنا القمر بعد ما خلصت كده حشي كده مع نفسي. هنا بقى معايا شوربه من شوربه البط دي يا جماعه، بتخلي المحشي جميله جدا. ابدا بقى كده انصب على المحشي بتاعي، وطبعا بتهزي الحله كده علشان الشوربه بتاعتك تنزل لتحت. دي النسبه بتاعتي اللي بحطها عشان المحشي كده مبيبقاش ايه معجن معايا. معايا هنا بقى ايه، طبعا يا جماعه لما اجي مثلا اعمل بط او اعمل فراخ باخد السمونيه واحطها في الفريزر. لما باجي بقى بعمل محشي بحط كده جزء على المحشي من فوق. يا خرابي يا لهوي بيخلي المحشي تحفه تحفه وسايح كده مع بعضه. جربي كده واعملي زي ما بقول لك كده وهتاكلي معاكي احلى محشي. هنا بقى ورق العنب. طبعا بقى كنت ايه خلصت ورق عنب وكان يا دوبك كان حته صغيره عملتها كده بورقتين من الخس. هنا بقى الشوربه بتاعتي هجهزها، هعمل فيها ايه بقى، هنزل كده بمعلقه من دبس الرمان، بيخلي ورق العنب معايا تحفه وطعمه جميل جدا. وشويه بقى من الملح، واقلب بقى كده الخلطه بتاعتي كده كويس، وهنصب بقى كده ايه على المحشي بتاعي. شايفين دي النصبه بتاعتي بتاعت الورق العنب، ما تكتريش يعني ضغطت كده بس ورق العنب علشان بس ما يعجنش معاكي. هنا بقى حطيت صينيه الجلاش في الفرن. هبدا هنا بقى اعمل ايه، اعمل في خلطه البفتيك بتاعتي. معايا هنا كوبايه من الميه، ومعايا معلقه من البابريكا، ومعلقه من الفلفل الاسمر، ومعلقه من البصل البودر والثوم البودر. وبعد كده بقى هتنزلي بمعلقتين من النشا. الصراحه ما كانش عندي نشا فعملت ايه حطيت معلقتين من الكاستر. اعمل ايه عايزه اصرف نفسي، قعدت ادور على نشا في المرحله دي ما لقيتش خالص. قلبت بقى كده المقدار مع بعضه كده، وهنزل بقى بالدقيق كده يا جماعه تدريجي، وهقلب كده كويس جدا. هوريك الوقت السمك بتاعه بقى عامل ازاي ايه. هنا بقى شايفين، هنا بقى معايا بقسماط مبهره بتجيبيها طبعا من عند العطار. شايفين السمك عامل ازاي، خدي بالك يعني لا تقيله ولا خفيفه قوي. بعد كده بقى
بتطلعي كده البفتيك من الفريزر على طول. لا ما تطلعيش يا جماعه البفتيك وتسيبيه بره، لا هتطلعي على قد التحمير، لان بيفك بسرعه وبعد كده مش هتعرفي تشتغلي بيه. هنا بقى هحطه في الخلطه الاول وبعد كده البقسماط. شايفين هو متلك بالشكل ده، لان ثانيه وتلاقيه فك معاكي. طبعا هيكون بقى الزياده كده على البوتاجاز. اول ما تسخن بتخلي النار كده معاكي وسط، لا واطيه ولا عاليه. هي اصلا ما بتاخدش على النار يعني حوالي 10 دقايق. شايفين بتبططيها كويس جدا بالشكل ده. وبعد كده بقى على النار بتاعتنا على طول. لايك يا جماعه للفيديو، لايك عشان انتوا الصراحه كلكم كده بتنسوا اللايك. وزي ما قلت لك النار بتبقى وسط. انا عارفه ان الفيديو طويل بس زي ما انتم شايفين كده يعني قصرت لكم كل حاجه كده بسرعه. شايفين الحمار عامل ازاي؟ شايفين يا جماعه الحلاوه؟ وبتقرمش جدا ما شاء الله. وتحطيها بقى كده على مصفى او ورق مناديل علشان بس ايه تصفي الزيت، تفضل كده مقرمشه معاكي. هكمل بقى كده الكميه مع نفسي عشان نشوف بعد كده هنعمل ايه. بعد كده بقى دي بقى صينيه الجلاش. بعد كده ما طلعت من الفرن شايفين حمارها عامل ازاي؟ بجد والله العظيم كان طعمها روعه في منتهى الجمال. بعد كده بقى السمبوسه كده كنت عملتها وحطها في وحطيتها في الفريزر. طلعتها كده من الفريزر كده قبلها بفتره عشان تفك. وابدا بقى كده ايه احمرها في الزيت. ما بتاخدش معانا حاجه، بتحمر في ساعتها مسافه ثواني. شايفين لونها عامل ازاي؟ طبعا برضو بيكون النار معاكي وسط. ما بتاخدش معانا وقت. هنبدا بقى كده ايه نقلبها كده على الوشين وبعد كده هنطلعها بالشكل ده. وتطلعيها بقى كده على ورق مناديل عشان طبعا ورق المناديل يا جماعه بيمتص ايه الزيت معانا. حاولي بقى تخلي ايه حمارها معاكي كده بالشكل ده. بعد ما خلصت بقى احمر بقى كده معاكم الممبار. عفوا يا جماعه. طبعا الممبار برضك ما بياخدش معانا وقت ايه في التحمير. شايفين بتخليه باللون الاصفر الجميل ده. انا بحب حمار يكون كده حمار حلو. هنا بقى خلاص بعد ما حمرت بطلع بقى كده الجلاش. شايفين يا جماعه الجلاش؟ وانا برضك المحشي كان ما شاء الله. شايفين المحشي بقى مفرفر ازاي؟ يعني لا هو معجن ولا اي حاجه، والصبع كده بصبعه. وده برضك ورق العنب. مش هقول لكم بقى الريحه كانت بجد تحفه تحفه. هنا بقى خلاص يا جماعه بعد ما خلصنا السفره بتاعتنا الجميله ورصيتها كده بالشكل ده. شايفين الاكل عامل ازاي؟ ده طبعا المحشي بتاعنا، وده البفتيك، ودي السمبوسه، ودي الجلاش. شايفين الجلاش عامل ازاي؟ والله يعني الاكل بيتكلم عن نفسه ما شاء الله. حاجه كده روعه. ودي كمان ورق العنب. شايفين صوابع ورق العنب عامله ازاي؟ ده كمان يا جماعه الممبار. شايفين حمار الممبار؟ وده بقى ايه ده كل البط بتاعنا. لو عجبكم بقى فيديو النهارده واستفدت منه شجعوني كده بلايك واشتراك في القناه وشير الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. السلام عليكم.